Hallo meine Freunde. درس النهارده مهم جدا في مجال المحادثة في اللغة الألمانية. يعني ايه؟ هناخد النهارده جمل وعبارات هتساعدك في إجراء محادثات مع شخص انت عارفه ومع أشخاص انت ما تكونش عارفهم، وعشان كمان تعمل محادثات أعمق شوية في مستوى اللغة اللي انت هتتكلم بيها. فعشان كده تابعوني لغاية آخر الفيديو، لأن الفيديو ده مهم جدا ليكم. وعشان ما نطولش عليكم يلا بينا نبدأ. لما بتكون بتقابل شخص لأول مرة وعايز تعمل معاه محادثة أو تتكلم معاه، أو عايز تبدأ محادثة مع واحد أنت عارفه قبل كده، هتتكلموا إزاي وهتبدأوا الحديث إزاي ومجرى الحديث هيمشي إزاي باللغة الألمانية؟ هديكم بعض العبارات والجمل اللي تساعدكم في المحادثة دي. يلا بينا. بداية أي محادثة أنت بتسأل واحد عن حاله، تقول له إيه؟ مرحبا، كيف حالك؟ هالو، wie geht es dir؟ والجملة التانية ممكن تسأله Wie ist dein Tag soweit؟ يعني كيف كان يومك حتى الآن؟ ده ممكن تسأله لواحد انت عارفه، وممكن تسأله واحد لسه برضو انت لسه بتتعرف عليه. ومن الجمل اللي ممكن تستخدمها برضو لواحد صاحبك Wie war dein Wochenende؟ كيف كانت عطلة نهاية الأسبوع؟ ولما تسأل واحد انت بتشتغل ايه عشان تقدر تعيش Was machst du beruflich؟ ولما تسأل واحد صاحبك انت هتعمل ايه في نهاية الاسبوع؟ Hast du Pläne für das Wochenende؟ السؤال ده بقى لواحد انت ما تعرفوش، طبعا مش هتسأل واحد صاحبك انت منين. السؤال هيكون Woher kommst du؟ من اين انت؟ ولما تسأل حد عن هواياته Was sind deine Hobbys؟ طيب لو انت عايز تدخل في محادثة أعمق مع واحد انت عارفه، عايز تعرف مواضيع شخصية عنه أو مواضيع عن دراسته، ايه العبارات اللي ممكن نستخدمها؟ تعالوا بينا يلا نعرفها. لما تكونوا بتتكلموا عن موضوع خاص بيكم أو خاص بيه هو، السؤال يكون Was denkst du über؟ ممكن نسأله السؤال بطريقة تانية Wie ist deine Meinung zu؟ ما هو رأيك في الموضوع محل الحديث؟ أو ممكن نقولها بطريقة تانية Was hältst du von؟ ما رأيك فيه؟ وممكن نسأل كمان بطريقة تانية Hast du schon gehört von؟ هل سمعت من قبل عن؟ ولما تسأل واحد إيه هي أهدافك وأحلامك Was sind deine Träume und Ziele؟ أهم حاجة وأنت بتعمل محادثة مع حد إنك تظهر له الاهتمام بالأفكار والمشاعر بتاعته، وأحد الطرق دي إنك أنت تاخد رأيه في مواضيع مختلفة. دلوقتي هقول لكم بعض العبارات والأسئلة اللي أنت ممكن تستخدموها إنك تاخد رأي الشخص اللي قصادك باللغة الألمانية. بس الأول ناخد بعض الكلمات اللي تساعدنا. الأول Die Meinung، الرأي. Die Ansicht، وجهة النظر. Der Standpunkt، الرأي أو وجهة النظر. Zustimmen، يعني الموافقة أو القبول. Widersprechen، يعني الرفض أو التعارض أو النقد. Was denkst du darüber؟ ده أول الأمثلة بتاعتنا، ما رأيك في ذلك؟ Wie siehst du das؟ يعني كيف ترى ذلك؟ Stimmst du mir zu؟ هل تتفق معايا؟ Was ist deine Meinung zu؟ ما رأيك أو ما هو رأيك فيه؟ وطبعا تقول الموضوع. Hältst du das für eine gute Idee؟ هل تعتقد إنها فكرة جيدة؟ إنك تظهر اهتمام بيوم أو بخطط شخص ما، دي طريقة رائعة وجميلة جدا عشان تبدأ محادثة معاه وتحافظ عليها، وإنك توضح له إنك تهتم بحياتهم واللي هم بيعملوه. والعبارات الجاية دي هتساعدك إنك أنت تسأل الشخص ده عن يومه وإيه اللي هو بيخطط له. بس برضو ناخد شوية كلمات تساعدنا. أول حاجة der Tag، اليوم. die Woche، الأسبوع. das Wochenende، نهاية الأسبوع. die Pläne، الخطط. نشيل بس النقطتين اللي فوق اللي هي الأملاوت عشان دي خطأ في الكتابة. die Aktivitäten، النشاطات. وأول الأمثلة معنا Wie war dein Tag؟ كيف كان يومك؟ Was hast du heute gemacht؟ ماذا فعلت اليوم؟
Hast du morgen Pläne؟ هل لديك خطط للغد؟ Was hast du für das Wochenende geplant؟ ماذا خططت لعطلة نهاية الأسبوع؟ Wie verbringst du deine Wochen normalerweise؟ كيف تقضي أسبوعك عادة؟ إنك أنت تكمل محادثة باللغة غير أصلية دي مهمة صعبة، بس ده مهم جدا لبناء العلاقات وتحسين مهاراتك اللغوية. أنا هجيب لك شوية عبارات وأسئلة بالألمانية هتكون مفيدة ليك عشان تواصل أي محادثة. weiter إضافي أو أكثر. die Unterhaltung يعني المحادثة. die Geschichte يعني القصة. erzählen يعني الأخبار. zu hören يعني يستمع. wirklich يعني حقا. wie interessant كم هو مثير للاهتمام. erzähl mir mehr أخبرني بالمزيد. das klingt erstaunlich هذا رائع. das hast recht يعني أنت محق أو أنت على حق. ندي شوية أمثلة على اللي فات. أول مثال معانا erzähl mir darüber يعني أخبرني بالمزيد عنه. was denkst du dazu يعني ما رأيك في ذلك. kannst du das bitte wiederholen هل يمكنك تكرار ذلك من فضلك. ich verstehe und dann أفهم وبعد كده أو بعد ذلك. wirklich ich hatte keine Ahnung. wie interessant wie ist das passiert. du hast recht ich stimme dir zu أنت على حق أنا أتفق معك. erzähl mir mehr darüber ich möchte mehr erfahren أخبرني المزيد عنه أود أن أعرف المزيد. das klingt erstaunlich du musst sehr aufgeregt sein هذا رائع يجب أن تكون متحمسا جدا. والمثال الأخير معنا das klingt interessant wie ist das passiert هذا مثير للاهتمام كيف حدث ذلك. بالمثال الأخير ده احنا كده خلصنا درس النهاردة. نتمنى تكونوا استفدتوا معانا واللي احنا اديناه لكم النهاردة يفيدكم في المحادثات أو في دراستكم في اللغة الألمانية. لو عجبك الفيديو دوس لايك وشير الفيديو عشان غيرك يستفيد، ولو ما كنتش اشتركت معنا في القناة اشترك وفعل زر الجرس يصلك كل جديد احنا بنقدمه. تشوس.